السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم بواحد الحكاية، حكاية زهرة، المرأة البسيطة والصبورة. أنا سميتي زهرة، عايشة في واحد الدوار قرب المدينة. كنت عايشة بسيطة، وكان دعي ليل ونهار يجيب لي ربي شي ولد الناس اللي نستر فيه راسي. واحد النهار جا واحد ولد الناس، تزوج بيه بلا شروط بلا والو. كنقول يا ربي هي طرح ليا فيه الخير والبركة. تزوجت بيه، عشت ايام قليلة معاه، كنكتشف وجهه الحقيقي. برا راه هو مزيان والله يعمرها دار، ولكن معايا في الدار ديما كيعنفني بالهضرة الخايبة والكلام القاصح. ما كيضربني ما والو، ولكن كيعنفني بهضرته الخايبة. ديما كنطلب وكنقول يا ربي تهديه وتصلح حاله. وفيما كنقول لي يا ولد الناس ما كتعامل معايا بحال هكا، كيقول لي سيري اش كتفهمي، انتي ها بنت البادية ما كتفهمي والو. وكنمشي لبيتي وكنبقى نبكي ديما على داك الحال تا مرضت النفسية ديالتي. واحد النهار وانا نمشي للطبيب، مشيت للطبيب صافي مرضت. قال لي الطبيب انتي ما عندك والو، ولكن النفسية ديالتك اللي محطمة. سيري ارتاحي مع راسك ونسي الهم، ورا انتي غتولي بخير وعلى خير. كندور شحال وانا في الزنقة، ما قدرتش ندخل لداري. كنتفكر اشنو اللي كيتسناني في الدار. حتى مشيت لداري، دخلت كيبان لي هو معرض ليا عند الباب. هو يقول لي انا بغيت المراه اللي صحيحه، ما بغيتش المراه اللي مريضه ومكتئبه. وبقيت كنبكي وكنطلب فيه، كنقول لي عاوني باش نبرا، باش النفسيه ديالتي تولي بخير. هو يقول لي حل الباب، وقال لي خرجي عليا، انا ما عندي ما ندير بالمراه اللي مريضه. وبقيت كنبكي وخرجت، مشيت لدوارنا. ما كنهضر ما كنتكلم مع والديا، ولكن ملي كنمشي بالليل لبيتي كنبقى ندعي ونبكي وكنقول يا ربي تيسر لي اموري. ديما على داك الحال شهور. واحد النهار وانا نقرر بلا ندير شي صنيعه منا نترزق على الله، جبت ماكينه ووليت كنخيط في محالي وكنعطي للناس على برا. صافي النفسيه ديالتي برات ووليت بخير وعلى خير. واحد النهار قالوا لي الناس تاع الدوار راه الزوج ديالك راه بغى يجي يطلب منك السماحه وما قدرش. قلت لهم واخا قولوا ليه يجي. دار واحد النهار هو يجي، قال لي يا زهره انا تبدلت وجيت نطلب منك السماحه ونردك. بقيت كنشوف فيه شحال. قال لي ما كي كتشوفي فيا. قلت له تا انا تبدلت وتبدلت لي حياتي وما بقات زهرة اللي كتعرف. بقى كيشوف فيا هو كيبكي. قال لي انا بغيتك تسامحيني. قلت لي انا سمحتك دنيا واخره، ودابا انا عندي حياتي وعايشها وسيت انت عيش حياتك. صافي مشى. بقيت انا خدامه وعشت بخير وعلى خير، وتحسنت الوضعيه ديالتي. صافي البنات، هذه هي قصه زهره.
نتمنى قصة زهرة تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونتمنى تكون عبرة وتستافدوا منها. وما تنسونيش حبيباتي من اللايك واشتراك وشي كومنتير زوين. مع السلامة حبيباتي، الى فيديو قادم ان شاء الله.